خلونا نسمع كلام هذا اليمني البطل ونعلق عليه، ولازم تسمعوا المقطع للنهاية. نطالب كلنا اليمنيين، نطالب بقيادة السعودية لليمن، نطالب احنا ان تقودنا السعودية، تكون اليمن إمارة من إمارات السعودية، ما فيها شيء، ما فيها أي شيء. أول شيء نحن كشعب بلاد الحرمين نتمنى أننا نكون مع أهلنا في اليمن إخوة، وما بيننا أصلا أي حدود. ولكن يا عيوني يا حبيبي يا قلبي، تعال أقول لك الحكومة السعودية كيف تشوفك أنت كيمني. أول شيء أنت تعامل في السعودية كمعاملة الهندي والبنغالي، وفوق راسك كفيل ويقدر يرحلك بضغطة زر من السعودية ويقطع رزقك. أنتم اليمن أصل العرب، يعني أنت زي الأب وإحنا أولاده. الولد هذا قاعد يعقك وقاعد يكفلك ويقدر يرحلك وأنت أبوه. ثاني نقطة، وهذه المعلومة خطيرة وركز معاها، تدري أن وزارة العمل في السعودية سوت نسبة لتوظيف الأجانب في السعودية ولرفع أسهم الشركة، وخلت الهندي والنيبالي نسبتهم دبل نسبة اليمني في رفع أسهم الشركة. يعني باختصار الحكومة السعودية قاعدة توصل رسالة للشعب أنكم وظفوا الهندي والنيبالي عندكم حتى يرفع أسهم الشركة أفضل من اليمني. ثالث نقطة، عندي لك سؤال، مين اللي قصف اليمن بأكثر من 300 ألف غارة وقتل أكثر من 12 ألف طفل يمني؟ جاوب يا عيوني جاوب، لا تستحي، ترى ما فيها شيء عادي. يمكن إيران مو السعودية، صح. رابع نقطة، مين اللي صرح وقال أن عز السعودية بذل اليمن؟ وهذا مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، ولا أنا غلطان؟ خامس نقطة، أنت تبغى الحكومة السعودية تاخذ اليمن حتى تسوي لك موسم صنعاء وموسم تعز وهيصة، تقعد تشوف العهر والرذيلة عندكم في اليمن، ولا تبغوا يسوي عندكم في اليمن زي ما سوى عندنا في البحر الأحمر مهرجان البكيني؟ هل أنتم كشعب يمني تقبلون بالأشياء دي؟ بس جاوبوني. سبحان الله، أنت تركت اللي قفل البحر الأحمر نصرة لأهلنا في غزة، ورحت للي سوى مهرجان الكنوتات في البحر الأحمر. لكن أنا أعول على غيرة وعزة الشعب اليمني، لأن هذول ناس شامخين أعزاء، والجوع والفقر اللي هم فيه بسبب حصار اليمن والسعودية عليه. ولكن أبشركم أن الحكومتين هذه راح تخضع لليمن قريب، وراح تلبي كل مطالب اليمن. حكومة صنعاء راح تكسر الوصاية الخليجية اللي أذلت اليمن سنين طويلة.